بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار متداولة على فيسبوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي عن إن بعض أفراد العائلة المالكة بيصرح وبيقول إن الأميرة ديانا ما زالت حية، وبيعرض صورة ليها. هحاول أحطها لحضراتكم في الفيديو وتشوفوها إن شاء الله. صورة ليها وهي في العمر ده، وبيعرض رسالة المفروض ان هي اخبرت الناس او عايزة توصل للناس رسالة عن طريق هذا الفرد من العائلة المالكة. هنقول نص الرسالة وبعد كده نرجع ندردش شوية في الموضوع ده. نص الرسالة كالآتي: المفروض حسب كلام الفرد ده وحسب ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي في أوروبا، المفروض إن الأميرة ديانا بتقول: سيداتي وسادتي، اسمي ديانا، الأميرة ديانا، كما قد يتذكرني البعض منكم. لقد أمضيت أكثر من 25 عاما من حياتي مختبئة وخائفة، وليس لدي أي شخص أتحدث معه. لقد فعلت ذلك من أجل أطفالي ومن أجل شعوب العالم. ما أنا بصدد الكشف عنه في الأشهر القادمة سيهز عظامك. من مات في حادث السيارة؟ من الذي أمر بقتلي؟ من أنقذ حياتي؟ سأخبركم بكل هذا، وسأخبركم بمن الذي وفر لي المأوى. لن تصدقوني عندما سأسدل الستار وأخبركم بكل هذه الأخبار. انتهت الرسالة المزعومة اللي هي المفروض للأميرة ديانا. يا ترى الكلام ده صحيح؟ عمالين يقولوا صدام حي، القذافي حي، ربنا يرحمهم. طبعا امور غريبة وعجيبة. هل هم المقصود منها تشتيت الامم وتشتيت الفكر لانهم عايزين ياخدونا لناحية تانية؟ هل ما زالت الست دي حية؟ هل هيطلعوا واحدة شبيهة ليها فعلا قريب تدعي بعض الادعاءات؟ الله اعلم. الخبر كان متداول النهاردة في مواقع التواصل الاوروبية. حبيت اشاركه مع حضراتكم. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.